السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. عندي أخبار مدوية وحبدأ معاك في العناوين وهخش لك في السخن منه. مهاجم الأهلي الجديد، صحة معلومة الحكام الأجانب، وهل الزمالك هيكمل ولا هيتراجع؟ الزمالك وجماهيره، عرض كبير لشيكوبنزا إن بيصدم بيراميدز، وتجهيز فلوس رفع إيقاف القيد، وتصريحات الكابتن ميدو. ويلا بينا ندخل في أخبارنا. وزي ما انت شايف تصريحات ميدو بيقول لك يمكن تقول عليا مجنون. نادي الزمالك 1-0 اللي اتغلبوا في الجزائر احسن بكتير من 0-0. اهلا مسا عليك يا ميدو، اتفضل. صفة حلوة يابا، حبيب اخوك، تكسفنيش حبيبي. تسلم والله. اهلا مسا عليك. يا ميدو بيقول ميدو ما تخلصهاش معلش، خلي لي النفسين. احلى مسا عليك. بص انا هقول لك وجهة نظر ميدو، ان هو مثلا الزمالك يعني لو طلع 0-0 من هناك مثلا وجي القاهرة ولعب على التعادل فممكن يتغلب، تمام؟ فلما يتغلب هناك 1-0 فهيجي هنا هيهاجم. طب يا ميدو انا عايز افهم سؤال، بس عايز اسال سؤال. هو يعني لو الزمالك مثلا لا قدر الله يعني الاتحاد العاصمة دخل فيه جون في القاهرة، طب ما كده يا اسطى احنا ملزومين ندخل 3، تمام؟ 3 اهداف بدل ما كنا ندخل مثلا 2-0. لا ده احنا كده ملزومين ندخل 3 اهداف، يعني كده باظت خالص. ميدو معلش ما تخلصهاش. خلصتها؟ ده كلتها. يا نهار اسود. رجع يا الحكام الاجانب، هل بالفعل الزمالك قدم طلب للاتحاد على الحكام الاجانب؟ طب هل بالفعل ممكن الزمالك يستمر ويجيب حكام اجانب في اخر مباراة ونقطة واحدة؟ طيب الزمالك ممكن يكمل ولا ممكن يتراجع؟ هقول لك بالفعل الزمالك قدم طلب للاتحاد ان هو يجيب حكام اجانب، واخر يوم في التقديم بكره ان شاء الله. لكن الاتحاد رد على الزمالك قال له مفيش مشاكل، احنا موافقين على الحكام الاجانب. فين بقى فلوسك؟ انا لا اعرف فتحي ولا 5000 جنيه، هو الباب من وعشان تعرف ان الزمالك هيكمل في مشوار الاجانب ولا هيتراجع، اسمع معايا الفيديو ده. نادي الزمالك والحكام الاجانب في لقاء نادي الزمالك. مين قال في حكام اجانب في ماتش الزمالك اللي جاي؟ الزمالك طلب بس ممكن ما يدفعش هل فلوس. في اي خبر خرج من اي حته بيقول الزمالك طلب؟ طيب حضرتك حضرتك راجل صحفي. ايوه انا هقول لك على فكره، لا مفيش حاجه طلعت ان كان الزمالك بعت، لكن مفيش حاجه طلعت. لا والزمالك تراجع. يعني معنى ذلك ان في فرق بين المعلومه الصحيحه في فرق بين التراجع. المعلومه صحيحه ايوه وتراجع. وزي ما انت شايف يا برنس، هو حب بالفعل ان هو يخفي الخبر ان الزمالك ما قدمش بالفعل طلب عشان خاطر الزمالك هيتراجع، فهو كان عايز يمحي اصلا ان الزمالك قدم طلب. بس اللي هو ايه بقى، لما هم احرجوه قالوا له انت صحفي، فلما هو يعني سمع كلمة صحفي دي فقال لك عيب ان انا اكون صحفي وما كنش اعرف مثلا، او مثلا لو قلت لهم ان انا لا ما فيش طلب اصلا طلع ممكن هم يعرفوا فيما بعد فيقولوا ازاي انت صحفي وما بتعرفش. فقال لك لا الزمالك بالفعل قدم طلب بس تراجع. وهجي لك في الخبر اللي بعده، الزمالك وجماهيره. نادي الزمالك قدم طلب للساعة الكاملة للاتحاد الافريقي على نهائي الكونفدرالية. طبعا انا سمع بس مش متأكد ان الاتحاد بالفعل رد على الزمالك ان هو الساعة يعني 46,000 بس مشجع، مش هينفع نديلك 60,000. طبعا الاستاد بيشيل 60,000 اللي هو ليه يعني 46,000، وخلي بالك ممكن كمان يبقوا 30,000، فالله اعلى واعلم. يمكن عشان خاطر الزمالك هو اللي هيلعب في النهائي، ما عرفش. بس ده برضو مش خبر نهائي، ده مش خبر نهائي، بس ان شاء الله وبعون ربنا الموافقة تجي على الساعة الكاملة 60,000 اسد، تمام؟ وهجي لك في الخبر اللي بعده، عرض من الوقر القطري لشيكوبنزا.
عرض ب2 مليون دولار. قول لي انت ايه رأيك؟ شيكوبنزا يكمل في الزمالك ولا ما يكملش؟ شيكوبنزا اللي لعب الماتش اللي فات في الكونفدرالية، وهو الوحيد اللي عمل ماتش عمره، وكمان يعني بسرعاته وقدراته اي نعم ينقذه، بس ان هو قبل ما يتخذ القرار يفكر ثانية واحدة بس. شيكوبنزا يكمل ولا ما يكملش؟ طبعا نادي الزمالك رد على العرض اللي هو جاي لشيكوبنزا وقال له في نهاية الموسم هنشوف العروض ونرد عليكم. وهجي لك طبعا في صدمة انبي لنادي بيراميدز. احنا عارفين ان نادي بيراميدز فاز على نادي زد 2-1 في كاس مصر. طبعا المكافأة كانت 2 مليون جنيه. تمام. طيب نادي انبي اخد من المكافأة دي 1,000,000 جنيه، نص المكافأة راحت لنادي انبي. طب ليه يا ريس راحت لنادي انبي؟ عشان خاطر نادي انبي مودي محمد حمدي اعارة لنادي بيراميدز، وانتوا طبعا عارفين ايمن الشريعي بقى والبنود اللي بيحطها في العقود، واحنا اتلسعنا منه ومش عايزين نتلسع تاني. وطبعا عارفين ايه بقى حاطط في العقد بقى ايه بند ان كل بطولة هياخدها نادي بيراميدز سواء اللاعب هيشارك في البطولة او مش هيشارك، فهو ليه مليون او ليه مثلا جزء كده من المكافأة، كام في المية مش عارف يعني. فانتوا عارفين طبعا نادي انبي اخد امبارح 1,000,000 جنيه من نادي بيراميدز. هقول لك قصة ايقاف القيد، تجهيز الفلوس لرفع ايقاف القيد. الزمالك خلاص جهز كل الفلوس 300 مليون جنيه عشان خاطر يرفع ايقاف القيد. تمام. طيب المفاجأة ايه بقى بعد كده؟ ان الزمالك تم اتفاقه مع 9 من القضايا، يعني 9 لعيبة من اللي مقدمة شكوى في نادي الزمالك، وتم الاتفاق بالتقسيط، يعني هيقسط ل9 قضايا او 9 لعيبة، اما الباقي لسه اللي هو بيحاور معاها بقى طب تاخد مقدم وكل شهر مثلا يدفع لك جزء، فهم لسه لسه بيحاوروا مع اللعيبة دي ولسه بيتفقوا. هقول لك قصة المهاجم الجديد للنادي الاهلي، مهاجم فتاك يا جماعة، مهاجم تسمع ارقامه تتخض. ابعت يا اللي بتبعت، ده عدى وسام ابو علي ده ولاعب سنه صغير. هقول لك المهاجم وقصة مهاجم النادي الاهلي في الموسم الجديد. مهاجم الاهلي طبعا في الموسم الجديد عمره 27 سنة، لاعب فري ببلاش في الدوري العراقي. اللاعب من الدولة الباكستان، تمام، هو باكستاني، سجل 27 هدف في 31 مباراة. تصريحات وكيل اللاعب ان اللاعب طبعا الاهلي بيستفسر على اللعيب هل في نية للبيع، اللاعب ده بكام، اللاعب ده هيجدد معنا، هو فري طبعا. فرد وكيل اللاعب على النادي الاهلي وقال له مفيش مشاكل، احنا نبيع اللاعب بس اللاعب ب1,000,000 دولار. فنادي الاهلي عايز اللاعب، عايز اللاعب. اتم اتفاقه مع اللاعب؟ لا ما تمش اتفاقه. طيب تم اتفاقه مع وكيل اللاعب؟ برضه لسه ما تمش اتفاقه. يعني نادي الاهلي عايز اللاعب بس ما تمش اتفاقه، اللاعب لسه ما وقعش. وعشان خاطر ما اطولش عليك يا برنس، اخبط اللايك، اعمل شير، وقول لي توقعاتك ان شاء الله في ماتش الزمالك في الكونفدرالية، وتوقعاتك في ماتش الزمالك في الدوري مع سيراميكا كليوباترا. هقول لك كمان المكافآت قبل ما انسى، المكافآت بتاع سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا رجال الاعمال، تمام، اللي من الاهلي واللي من خارج الاهلي واللي مش حابب الخير لنادي الزمالك، بيصدروا مكافآت رهيبة لكل لاعب. من كتر المكافآت ده مكافأة من هنا ومكافأة من هنا، المكافآت يا جماعة وصلت لكل لاعب دخلت في 1,000,000 جنيه، دخلت لكل لاعب هيلعب المباراة ده، حتى اللي محطوط على الدكة 1,000,000 جنيه ويمكن أزيد من مليون، عشان خاطر بس يتغلبوا على الزمالك. شفت الزمالك بيحارب مين؟ الزمالك بيحارب الاتحاد المصري،
الزمالك بيحارب الاتحاد الافريقي، الزمالك بيحارب القطيع والجمهور، الزمالك بيحارب الحكام، الزمالك بيحارب رجال الاعمال. هيلقاها من فين ولا من فين؟ بالله عليكم بالله عليكم ادعموا الزمالك، خليكم ورا الزملكاويه. حسام عبد المجيد فوق معانا عشان خاطر ما فوقكش عليا النعمه من نعمه ربي. انا جربت اشك بجد ان النادي الاهلي بيديك رشوه، ان انت بترسم عشان خاطر تروح النادي الاهلي، بس هو ما فيش نادي اصلا هياخد واحد بيخطأ كده الاخطاء دي يعني.